السلام عليكم الصحاب، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم غادي نهضروا على موضوع كيحز في القلب. لاعبي الكرة اللي كانوا نجوم كبار عاشوا في الثروة والشهرة، ولكن حياتهم تقلبات عليهم حتى لقاو راسهم في الفقر والمشاكل. هادشي كيبين لنا أن الشهرة والفلوس ماشي ضمان ديال السعادة ولا الأمان، خصوصا إلا ما عرفتيش كيفاش تصرف على راسك وتحافظ على فلوسك. دابا غادي نعطيكم أمثلة واقعية ومؤثرة. أول واحد دييغو مارادونا. مارادونا أسطورة الأرجنتين اللي جاب لهم كأس العالم 1986. كان عنده الملايين والشهرة في العالم كامل، ولكن كان كيبدر بزاف وكان مدمن على المخدرات والكحول. الضرائب في الأرجنتين وإيطاليا خنقاتو وتراكمات عليه الديون حتى بدا كيتسلف ويبيع الممتلكات ديالو. الناس كيعتبروه بطل، ولكن في الحقيقة عاش مراحل صعيبة بزاف. تاني مثال بول غاسكوين. هاد اللاعب كان نجم في منتخب انجلترا في التسعينات. كان عنده موهبة خارقة، ولكن كان كيشرب بزاف. الإدمان دمر حياته، خسر الفلوس اللي ربحها من الكرة، وبقى عايش على الصداقات ديال الصحاب والمعجبين اللي ساعدوه باش يدير العلاج. القصة ديالو عبرة، حيث الموهبة ما كافياش إلا ما حافظتيش على صحتك العقلية والجسدية. ثالث نجم رونالدينيو، الكل كيعرفو، ساحر البرازيل وبرشلونة. كان من أغنى اللاعبين، عاش في البذخ، طيارات، حفلات، سيارات فخمة، ولكن المشاكل القانونية والضرائب خلاتو يخسر الملايين، حتى تحجزوا ليه ممتلكاته في البرازيل، وبقى حتى بطاقة البنك ديالو ما كانش فيها فلوس كافية، ومرة تشد في السجن في باراغواي على قضية الزوير. تصوروا معايا، من أفضل لاعبي العالم حتى واحد ما كان كيتوقع غادي يوصل لهاد الحالة. رابع واحد أدريانو، المهاجم البرازيلي القوي. كان مرعب الدفاعات، ولكن بعد وفاة الأب ديالو دخل في حالة اكتئاب، ما بقاش مركز في الكرة، رجع لحياته القديمة في الفافيلا، الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو. كان عنده الملايين ولكن خسرها كلها، وبقى كيسكن في الحومة ويعيش حياة عادية. حتى الصحافة البرازيلية كانت كتقول عليه من القمة إلى الحضيض. خامس اسم إيريك جيمبا. لعب مع مانشستر يونايتد. كان عنده راتب كبير، ولكن كان كيصرف بزاف، كيعطي فلوس للعائلة والأصدقاء بلا حساب، وما كانش كيدير حتى تخطيط. في الآخر اعلن إفلاسه. تصوروا لاعب ديال البريمير ليغ كيقول للصحافة أنا مفلس. سادس مثال ديفيد جيمس، حارس إنجلترا المشهور. ربح الملايين، ولكن طلاقه خسر عليه بزاف واستثمر في مشاريع خاسرة. بقى يبيع الماتشات والذكريات ديالو في المزاد باش يجمع الفلوس. تخيلوا حارس المنتخب الإنجليزي كيدير هادشي باش يعيش. الخلاصة صحابي، الشهرة والثروة نعمة، ولكن تقدر تولي نقمة إلا ما عرفتيش تحافظ عليهم. حتى اللاعبين الكبار اللي كانوا نجوم في العالم سهل حياتهم تنقلب عليهم. خاصنا نتعلموا من قصصهم ونعرفوا أن التخطيط والوعي والعقلانية مهمين في كل حاجة. ما تخليش لحظة المجد تعميك، راه غدا تقدر تحتاج وما تلقى حتى درهم. إلا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوش ديروا لايك، أبوني وشاركوا مع أصحابكم باش توصل رسالة لأكبر عدد. كان معكم قناة محبي كرة القدم، نتلاقاو في موضوع جديد إن شاء الله.